ازاي تكوني كلين جيرل صح يا مراهقة، الجزء التاني. هلو، احنا اتفقنا ان احنا هنستحمى مرة او مرتين في اليوم. طيب هل ده بينكلود شعري؟ نيفر. انت شعرك يوم ما هتتنططي هتغسليه مرتين في الاسبوع. هتحتاجي بس ان انت يبقى معاكي نوعين شامبو، نوع فيه سلفيت ونوع ما فيهوش سلفيت. الفيه سلفيت هتستخدميه مرة مرتين لا، المرتين اللي لا هتستخدمي فيه اللي ما فيهوش سلفيت. فهمتي حاجه؟ هنرطب بالبلسم والحمام الكريم ونوع ليف ان كويس. ابعدي عن الاستشوار والمكوى والصبغات، الحاجات دي في الصيف دمار 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 للشعر. انت مش متخيله انت شعرك هيتضرر ازاي لو انت عملتي الموضوع ده كتير في الصيف. فروه الراس اعتقد ان في الصيف موضوع القشرة ده بيقل كتير، انا عن نفسي يعني بيقل كتير في الصيف. في الصيف فروة راسك ولا محتاجة زيوت ولا محتاجة خلطات ولا محتاجة عك. ارجوكي سيبي شعرك في حاله. انا عايزه اطوله، انا عايزه اتقله، سيبي شعرك في حاله وهو هيطول وهيتقل. اهتمي بيه وما تضريهوش وهو هيسمع كلامك وهيبقى مؤدب. كلي البيض ما تحطيهوش على شعرك علشان في الصيف شعرك هيبقى ريحته نتنه. ولو انت من نوع الدهني فروة راسك هتدهن اكتر واكتر لو انت حطيتي عليه زيوت، وهيقع اكتر ما هو بيقع، وهيبقى شعرك ملزق ومزيت وحالته نيله. لو انت كمان عايزه شعرك ريحته تبقى حلوه، احسن حاجه استخدمتها لشعري ولا بتلزقه ولا بتعمل فيه اي حاجه، مخليه ريحته تحفه. وطبعا ما فيهوش كحول وفيه هيدريشن اويلز بجانب البانسينول، وسعره حلو على فكره. الضوافر، عارفه الابره بتاعه الموبايل دي خليها دايما معاكي في شنطتك. ليه؟ لان بصي انا سايبه المنظر الجاري النت ده عشان اوريهولك. ما ينفعش يبقى في ايدك لان هو يعني ايه زفت خالص. فايه طول ما احنا قاعدين طول ما احنا فاضيين نعمل كده اهو. المنظر ده بيكتر جدا في الصيف، معرفش ليه، بس بسبب اعتقد التراب والعفره والعته اللي احنا فيه دي. طول ما احنا قاعدين نعمل كده اهو. طيب انتي اصلا عايزه تطوليه، بصي في الغالب اللي بيقولوا انا عايزه اطول ضوافري ده بيكونوا بياكلوه زي كده. بصي لو انتي بتاكلي ضوافرك فانا هقولك على كذا حل حلو قوي. هتجيبي تومه وتدعكي بيها ضوافر، بحيث لو انتي حطيتي ضوافرك في بقك تحسي بطعم التوم ده كده، وايه ما تطيقيش ان انتي تاكليه. او لو انتي بتحبي التوم حطي شطه، لو انتي بتحبي الشطه حطي ليمون، لو انتي بتحبي الليمون حطي اي حاجه، يعني اي حاجه ما بتحبيهاش. انتي وصلت الفكره صح؟ ممكن برضو يبقى في ايدك لب، الكره اللي هي بتعمل كده دي، اي حاجه تفيش فيها غلك. طيب لو انتي ما بتاكليش ضوافرك وهي طبيعي ما بتطولش، هاتي من الصيدليه النيل 15، استخدمي زيت زيتون. الليمون على فكره بيطول الضوافر، والثوم برضو بيطول الضوافر. ده الناس جربته، انا ما جربتش الكلام ده اصلا صراحه يعني، بس دي تجربه ناس جربته. وشك واسنانك، سنانك على الاقل تغسليها مره كل يوم، ويفضل انها تكون بالليل. الفرشه لازم يكون في ظهرها الجزء ده علشان لسانك اوعي تنسيه. وشك تغسليه لازم مرتين في اليوم، غسول يكون قوي زي سباير زي فاكيشن. كل الحاجات دي كويسه للاويلي فيس او للوش اللي بيعرق كتير او في الصيف عامه. لو انتي بشرتك بتجف في الصيف او بتبقى ناشفه مش اويلي خلاص بلاش دول. ممكن تستخدمي مويست وان بس انا مش عارفه هو راح فين. المرطب محتاجه مرطب قوامه خفيف جدا زي شانجل وسيرافي وبيبانسن. ولو انتي بشرتك جافه استخدمي كريم مويست وان. في النوع اللي هو في علبه بس انا معرفش هل قوامه خفيف ولا تقيل لان انا مجربتوش. ارجوكي ما تستخدميش فازلين على وشك. الفازلين بيحبس الترطيب، فهو بيبقى احسن في الشتاء مع ان انا ما برجحهوش. يعني انتي بتعملي روتينك العادي، بتغسلي وشك كويس جدا، بتحطي مرطب، بعد كده بتحبسي الترطيب بالفازلين. بس ان انتي تحطي فازلين وتعتمدي عليه على انه مرطب في الصيف، انتي بتجني على نفسك بالهلاك. هيطلع لك حبوب كتير جدا، ومع العرق صدقيني وشك هيتبهدل. اوعي تستخدمي سكراب على شفايفك، هتشقق وهتنشف وهتتجرح وهتتبهدل. مش شرط كبنوته صغننه ان انت تحطي سيرمز. لو انت عايزه تجيبي وجبتي اللي هو بالفيتامين سي، اكتشفت مؤخرا ان انت ما ينفعش تحطيه وتنزلي بيه. كانت دكتوره قالت لي ان الفيتامين سي ما ينفعش تنزلي بيه في الشمس او تعرضيه للضوء، المفروض ان انت تحطيه وتنامي على طول. اخر حاجه وهي السان بلوك. السان بلوك اهم من موبايلك في الشنطه، لازم يكون معاكي اينما ذهبتي. السان بلوك لازم تجدديه كل ساعتين. وبرده الرش ده ممتاز لو انت ما بتحبيش قوام الكريم، لو انت بتعرقي جامد فبينزل نقط بيضه كده في وشك، لو انت وشك بيأكسد من السان بلوك ده هيبقى ممتاز. وكمان في المصايف حلوه قوي.
وخلينا متفقين ان انت ما ينفعش تحطي ميك اب كتير، او بمعنى اصح ما ينفعش تحطي ميك اب اصلا. ولو حبيتي تحطي اخر الحاجات خفيفه جدا، ليب جلاس، بلاشر، ذاتس انف، ومش كل يوم. انت اصلا اموره زي ما انت. واخيرا وليس اخيرا، انا تقريبا كده جبت كل حاجه واتكلمت عن كل حاجه في الجسم عشان تكوني كلين جيرل. اتمنى اكون فدتك، وشوفي لو انت عايزه اي حاجه اساليني، او عايزه اي فيديوهات اعملها لك الفتره الجايه. لانجي باي.